من اكتر الشركات شعبيه وانتشار هي شركه فيات، وكل موديل ينزل من فيات للسوق كان بيتميز بالاقتصاديه والسعر المقبول. عشان كده ركز معايا لان هكلمك باستفاضه عن فيات بروفا. فيات بروفا بتنزل كسيارة متوسطة الحجم مع تصميم عصري ومميز. فمن الجزء الأمامي العربية بتيجي بكشافات مدمجة مع الكبوت عشان تبقى جزء متناسق مع الواجهة الأمامية، وفي المنتصف شبكة تهوية مع الأربع شرط مايلين واللي بيرمزوا لشركة فيات. أما الجنبين مفهومش خطوط تماما غير خط واحد أسفل الأوكر وأعلى صدادات الحماية، وبتمتد بطول العربية طبعا مع فليشر جانبي ومساحات زجاجيه كبيره. اما الجزء الخلفي فمن رايي مميز جدا ومختلف ومتناسق مع الشكل العام للعربيه، خاصه بالكشافات اللي بتيجي بشكل منفصل لثلاث اجزاء، وده في حد ذاته ما اتكررش في عربيه تانية بنفس التصميم. وفي المنتصف كشافات ستوب بعرض العربيه. وعامه الجزء الخلفي بيلخبط ناس كتير لان في ناس بتصنف العربيه بانها سيدان وناس تانية بتصنفها بانها هاتشباك، لكن من رايي العربيه دي كومباكت. التصميم الداخلي، البروفا بتتوفر بمساحات داخليه واسعه، وده اللي هتلاقيه في مساحه الكراسي الداخليه سواء في الكنبه الخلفيه او المقاعد الاماميه، ده مع طابلوه عصري جدا بفتحات تكييف في اماكن مختلفه وزراير تحكم كتير، واعلاهم الساوند سيستم. اما لوحه العدادات فبتيجي قدام الدركسيون بشكل مباشر. مع التصميم المميز لفيات بروفا اهتمت شركة فيات بالتجهيزات الأساسية وتجهيزات تانية إضافية. فالعربية كانت بتيجي بسنترلوك وتكييف وإزاز كهرباء وساوند سيستم وباور. أما التجهيزات الإضافية كانت بتتمثل في الإيرباجات والفرش الجلد وإمكانية التحكم في كرسي السائق بفرايتي كتيرة، يعني ممكن تعلي الكرسي وتوطيه وتحدد اتجاهه والبعد عشان توصل لأريح أسلوب قيادة. ده مع ABS وESP ودي فوجر، واللي وظيفته يسخن الإزاز عشان يزيل الشبورة. وتجهيزات وسائل الأمان اللي ذكرتها لك كانت بتختلف على حسب الفئة وسنة الإصدار والدولة المستوردة. البروفا اتبنت على هيكل ميكانيكي متواضع يناسب اقتصادية العربية. فالعربية كانت بتيجي بثلاث أنواع موتور 1200 و1400 و1600 سي سي، ده مع فتيس مانوال 5 سرعات وفتيس تاني 6 سرعات على حسب الموديل والفئة اللي نزلت في مصر. مميزات الفيات بروفا كانت متعددة وممكن تقول انها ميزت العربية بشكل كبير وقت اصدارها. فاول ميزة الاقتصادية، العربية اقتصادية بشكل كبير في استهلاك البنزين خاصة مع مواتير الانجكشن، واللي تقريبا كانت بتقدر بمعدل من 7 ل 10 لتر لكل 100 كيلو، لكن للعلم ممكن تزيد مع موديلات معينة. تاني ميزة الصيانة، صيانتها سهلة ومش معقدة، وده لأن القطع الميكانيكية ليها متشابهة مع عربيات كتير من فيات. تالت ميزة تجهيزات ووسائل الأمان، ودي جزئية خلت البروفا مختلفة بشكل كبير جدا، خاصة وإنها كانت ممكن تميزها عن عربيات تانية من نفس الفئة السعرية، وكلمتك عن التجهيزات ووسائل الأمان بالتفصيل. رابع ميزة التصميم، تصميم البروفا من رأيي أهم ميزة في العربية، ده غير إن مع التعديل ممكن تخلي العربية في حتة تانية خالص، خاصة وإن شكلها هجومي ورياضي. خامس ميزة المساحات الداخلية، فمن خلال المقاعد الخلفية والمساحات الواسعة جوه العربية فالبروفا بتستوعب من 4 ل 5 أفراد بشكل مريح وقريبة بشكل كبير للعائلية، لكن في نقطة بسيطة هقولك عليها في العيوب. سادس ميزة تجربة القيادة، سحب العربية واستجابتها السريعة مع دواسة البنزين بالنسبة للموتور يعتبر ميزة للعربية خاصة مع صوت الموتور الواطي. اخر ميزة السعر، سعر العربية مقبول جدا خاصة في وقت هبل الاسعار المبالغ فيه في الوقت ده. فيات بروفا ما انتشرتش بشكل كبير في مصر، وانتاجها ما كانش كبير على عكس المتوقع من فيات في الانتشار، وده بسبب كذا عيب. اول عيب الاعتماديه، فيات بروفا على قدر قوه مواترها الا انها ممكن ما تكونش اعتماديه معاك مع الاستهلاك الكتير، وقله الاعتماديه هنا هتظهر مع وجود مشاكل ميكانيكيه او في نظام الكهرباء، عشان كده لازم تتابع صيانتها بشكل دوري.
تاني عيب جودة خامات التقفيل والتصنيع. مع الوقت وارد تلاحظ بشكل كبير مشاكل في الخامات المصنعة خاصة مع البلاستيك في أجزاء العربية، ونفس النظام في التقفيل، فلو مشيت في طرق مكسرة كتير هتلاقي أصوات وعيوب ابتدت تظهر معاك. تالت عيب استهلاك البنزين. فبرغم ان ذكرت لك ان استهلاك البنزين ميزه فيها، لكن ده ميزه في بعض الموديلات، وموديلات تانية خاصه لو بتيجي بمواتير كربوراتير استهلاك البنزين فيها عالي. ده غير ان تكلفه التشغيل والصيانه ليها ممكن يبقى اعلى من عربيات تانية من نفس الفئه السعريه. رابع عيب قطع غيارها. قطع غيارها مش متوفره بشكل كبير، لكنها بتقبل قطع غيار بديله من فيات سينا وتمبرا وبونتو. خامس عيب تجربة القيادة. مع ميزة سحب العربية واستجابة الموتور المناسبة مع الفتيس والسرعات، إلا إنك هتواجه مشكلة في تجربة القيادة، وهي إن مع السرعات وارد الاتزان يبقى ضعيف ومبنية على قاعدة عجلات مش متناسقة مع أبعادها. عشان كده أنصحك لو تشتريها خليك في المعقول وما تزودش عن 100. لكن بشكل عام المشكلة دي تقدر تحلها بسهولة مع تظبيط الجنط أو تعديل المساعدين، لكن في مركز متخصص بالتعديل مش مكان تاني. أما بقى بالنسبة لتجربة القيادة داخل الشوارع الضيقة وجوه المدينة، فمع النور المطبات للأسف العربية مش مناسبة تماما، لأن عفشتها بتتأثر بشكل كبير بعيوب الطريق. سادس عيب مساحات التخزين. العربية برغم اتساع المساحة الداخلية إلا إنك هتقابل مشكلة في مساحات التخزين، خاصة لو معاك عيلة أو حابب تحط شنطة في العربية، وده لأن العربية مدمجة وشنطتها صغيرة بالنسبة لحجمها. اخر عيب اعاده البيع. فيات بروفا ما انتشرتش في مصر بشكل كبير، وده اللي اثر على شعبيتها ومبيعاتها، وده برغم انها ممكن تكون افضل من سيارات تانية من فئات اعلى منها في المبيعات. سعر فيات تمبرا في الوقت اللي احنا فيه يعتبر مناسب ومقبول لناس كتير في الفئة الاقتصادية، لكن لو عايز تشتريها اتأكد انك قادر تتأقلم مع عيوبها وهتعرف تتعامل معاها. وللعلم عيوبها مش كارثية، بالعكس هتقدر تتعامل عادي جدا، وده مع الصيانة الدورية ليها من وقت للتاني. اما بقى في حالة انك عايز عربية تركب وتمشي فاستبعدها من حساباتك. ده كان فيديو فيات بروفا، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.